ايه اللي بيخلي البالونه تفرقع لما احط فيها الدبوس؟ تعال معايا كده مع اسباب حدوث الايه يا باشا؟ البركان. دايما بفتكر اول ما اجي اشرح الحته دي حكايه البالونه. لو انا معايا بالونه كده، البالونه دي حطيت فيها دبوس، ايه اللي بيحصل للبالونه؟ سؤالي بس، ايه اللي بيخلي البالونه تفرقع لما احط فيها الدبوس؟ إيه قصه ضغط الهواء؟ طب ما انا لو جبت كاوتش عربيه وحطيت فيه مسمار بيفرقع برضه؟ لا ما بيفرقعش، مع ان في فرق ايه؟ ضغط. القصه زي ما زميلكم بيقول لي اعمل حسابك ان جدار البالونه جدار ايه؟ رؤية، صح كده؟ قال لي اول ما حضرتك بتعمل فتحة صغيرة في الجدار، البالونة دي من جواها شوية غازات محبوسة. جواها شوية غازات ايه؟ اول ما بيلاقوا الحتة دي حصلت فتحة كده، تلاقيهم كلهم طالعين يجروا على الحتة دي علشان يطلعوا ايه؟ منها. وبالتالي اول ما يعوزوا يطلعوا منها يا باشا، هل الجدار بتاع البالونه دوت حضرتك يتحمل كل الهواء اللي ده رايح مره واحده ده؟ فبيحصل الانفجار. وهو دوت حضرتك نفس سبب حدوث البركان. طاقه مين؟ الغازات هي القوه الرئيسيه لتفجير البركان. طب انا عاوز اقول لكم على حاجه. كنا بنعمل لعبه زمان واحنا لما كنت لسه متعين، كنت ماسك مثلا فصل كده ونعمل ايه زي حفله كده سحريه. فكنا بنعمل فقره الساحر، فكنت من ضمن الفقرات كنا نعمل بقى الكتاب السحري وحاجات كده كنا من كتاب بنعملها. كان من ضمن الفقرات ازاي تدخل الدبوس في البالونه والبالونه ما تفرقعش. فكانت ودي اساسها العلمي عندك في الاحياء. هو مش في الاحياء بيقول لك ان لو عندك جدار رقيق وعاوز تقويه مش تدعمه، تحط عليه ماده زياده، صح؟ وده هتكسبه القوه والصلابه. هو برضو نفس القصه، مش ده جدار رقيق؟ هنبدا ممكن كنا بنعمل لعبه كمان حضرتك، كنا بنجيب حته لزق شفاف محترم كده ونلزقه عشان العيال ما تشوفهوش، نحط حته لزق شفاف كده على الايه بالون، وتيجي ساعه اما تيجي تدخل الايه الدبوس، تدخل الدبوس من هنا من فوق اللزق، البالونه هتتخرم. بس هنا الهواء لما يطلع يجري على الفتحه دي، هل حضرتك البالونه هنا هتفرقع؟ قال لي لا. ليه مش هتفرقع؟ لان الجدار هنا هيتحمل. الجدار هنا هي ايه؟ طب استنى اما اعمل لكم كمان لعبه كنا بنعملها. لقيت الكتاب السحري بتاعي تعالوا نعملها بالمره، ربنا يستر بس. والايه ده الكتاب السحري بتاعي، هنخبط عليه. الكتاب ده حضرتك فاضي ولا مليان؟ يعني فاضي صح؟ مش انتوا شايفين هو فاضي؟ طب ايه رايك ان احنا نخبط عليه كده 3 خبطات؟ استنى القلم الجيولوجي بتاعه ونخبط عليه. سبحان الله، ربنا يستر بقى. بص كده يا باشا، الله اكبر. عجبتك ولا لسعتك؟ ماشي، دي لعبه سحريه من اللي احنا كنا بنعملها. طب استنى ما نفضيه تاني. ربنا يستر. ماشي. ايه مفيش 5 جنيه ولا حاجه؟ طيب ماشي. دي حضرتك من ضمن الالعاب الايه السحريه. خليه بقى كده هو والعفريت بتاعه، خليه بعدين. يبقى هنا حضرتك دي فقره الساحر. دي حضرتك هنا طاقه الغازات المحبوسه هي القوه مين؟ الرئيسيه لتفجير البركان. ركز لي بقى في اللي جايه دي، الحته اللي جايه دي حلوه قوي. قال لي بص بقى، ناخد الاساس العلمي بتاعها. قايلين القشره الارضيه نوعين، في قشره في تحت البحر والمحيطات، وفي قشره في القارات. القشره اللي تحت البحر والمحيطات اسمها السيما، صح؟ ودي صخور اسمها صخور البازلت، ودي كثافتها عاليه. انما القاره بتتكون من الجرانيت وهو اقل في الكثافه. مش هم قايلين لنا كده؟ البازلت اعلى في الكثافه والجرانيت اقل في الكثافه. هناخد بعد كده ان دول اسمهم الواح. يعني القاع المحيط بيسموه لوح محيطي، والقاره بيسموها لوح قاري. تمام كده؟ قاع المحيط اسمه ايه؟ لوح ايه؟
محيطي، والقارة لوح قاري. دي طبقة الأسينوسفير اللي فيها دوامة. مش الأسينوسفير فيه دوامات؟ قال لي دي دوامة اهي حضرتك بتلف اهي، الدوامة بتلف كده. وتحت الجرانيت برضو في دوامة بتلف في الاتجاه المعاكس كده. لما الدوامة دي تلف كده يا باشا، الصخرة دي حضرتك مش تروح جهة اليمين؟ هو عمل السهم اهو، قال الدوامة دي تروح في هذا الاتجاه، يبقى البازلت رايح كده. طب الباشا التاني اللي اسمه الجرانيت مش بيلف كده؟ هيروح في هذا الاتجاه. طب ما هو كده يا باشا هيحصل تداخل بين مين ومين؟ بين البازلت والجرانيت، او اللوح القاري مع اللوح المحيطي. طب لما الاتنين يخشوا على بعض، مين اللي يضحي وينزل تحت؟ مش بمزاجه والله يا باشا، اللي هيضحي غصب عنه مين؟ البازلت. ليه غصب عنه؟ لانه اعلى في كثافة. مش احنا قايلين لو مادتين مختلفين في الكثافة دخلوا على بعض، مين ينزل تحت؟ اللي كثافته اعلى. مين اللي نزل تحت هنا يا باشا؟ البازلت نزل. ومين اللي طلع فوق؟ الجرانيت هو اللي طلع ايه؟ فوق يا باشا. طيب تمام، المنطقة دي كده بيسموها منطقة تداخل. منطقة ايه؟ او اندساس الالواح التكتونية. اسمها تاني كده، منطقة ايه؟ تداخل او اندساس الالواح. بص بقى يا سيدي، البازلت لما نزل تحت غاص تحت في الوشاح. طب ما هو هنا هينزل تحت هيسيح صح، ويكون لك مواد منصهرة. طب وانت فكرك ان المواد المنصهرة دي هتسكت؟ ده كمية كبيرة وفيها غازات، هيبدأوا المواد المنصهرة دولت يضغطوا، لان دول مش هيسكتوا، دول عندهم طاقة، هيبدأوا يحاولوا يزقوا في الصخور، وهتلاقيهم بيعلوا حسهم، عاوزين نطلع، عمالين يزقوا في الصخور وعاوزين يطلعوا. قال لي انت عندك احتمالين. اول احتمال ان الصخور دي مش هتتحمل، وتبدأ المادة تعمل شقوق في الصخور دي. تبدأ تعمل ايه حضرتك؟ ايه؟ شقوق، تشقق الصخور وتصهر الصخور دي وتطلع وتعمل بركان. يبقى ده احتمال. الاحتمال الثاني ان المادة المنصهرة تبدأ تزق الصخور، والصخور تقول لا زقي من هنا لبكرة مش هتحرك، وفي الحالة دي تعمل زلزال. اذا المادة المنصهرة دي لها كم احتمال؟ 2. اذا نجحت انها تكسر الصخور هتطلع المادة المنصهرة وتعمل بركان. اذا ما نجحتش هتعمل ايه؟ وكما قال الشاعر، كتر الزق يجيب براكين، او كتر الزق يجيب زلازل. ما هو حضرتك كتر ما المادة المنصهرة هتزق الصخور، اذا شققت الصخور هتعمل زلزال. طب اذا ما شققتش الصخور اذا شققت الصخور هتعمل بركان. طب اذا حضرتك ما نجحتش هتعمل ايه يا باشا؟ زلزال. يبقى كده اقدر اقول سبب حضرتك البركان هو طاقة الغازات هي القوة الرئيسية لتفجير البر، وده بيحصل في مناطق تداخل او اندساس الالواح، عشان بيحصل نوع من التشققات فبتعمل البراكين. هقول لك على حتة كده صغيرة انا محتاجها بعد كده، هي مش مذكورة هنا في الباب بس انا محتاجها. هو المادة البازلت اللي نزل ده صخر حامضي ولا قاعدي؟ مش البازلت قاعدي؟ طب مش هو سح هنا خلاص؟ تبقى دي مادة منصهرة قاعدية، مجمع قاعدية. قال لي مش وهي طالعة هتسيح ده؟ مش ده عبارة عن جرانيت ده مادة مش كده الاتنين هيخشوا على بعض؟ بقى القاعدي اتلخفن على الحامضي، الناتج صخر متوسط، مجمع متوسطة. مش ده سيليكته فقيرة وده سيليكته غنية؟ لما دخلوا الاثنين، ما هو ده يا باشا هو تكوين الصخور المتوسطه. وما انت فكرك الصخر المتوسط تكون ازاي؟ الماده المنصهره المتوسطه اللي كونت الصخور المتوسطه، ما دي حضرتك لازم ده يبقى صخر، ده تبقى انديزايت، لان هو ناتج من كوكتيل قاعدي مع مين؟ مع حامضي. واضح الكلام ده يا جماعه؟ هرجع تاني واقول ما هو سبب حدوث البركان. يلا قول معايا، ما هو سبب حدوث البركان؟ هقول هو طاقة الغازات هي القوة
الرئيسية لتفجير البركان. دايما البركان عشان هحتاجها تاني بيحصل في مناطق الإن أوت بين الألواح التكت، أصل بيحصل فيها تشققات. دايما البركان في مناطق تداخل أو اندساس الألواح التكتونية. الكلام ده يا باشا في أي مشكلة؟ إن شاء الله ما فيش حاجة.